ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطير ساده، وكمان هنعمل فطير بالعجوه. ولو عندنا وقت ممكن نغير نظام كده الكنبه والترابيزه في الصاله. بس في البدايه خالص هشتري الحاجه دي احطها مكانها وامسح البوتاجاز، وبعد كده نجيب المقادير اللي احنا هنشتغل بها الفطير. يلا تعالوا نشيل الحاجه دي مع بعض وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنسيب بس الايه الرخامه دي تنشف عشان احنا هنفرد عليها فطير اصلا. بس احنا مش هنفرد يعني الفرد اللي هو بقى اللي عايز طبليه وكلام من ده، لا هنعمله بطريقه حلوه كده وسهله لو حد مبتدئ يعرف يعمل فطير ويعرف يفرده. هنجيب بس العجان عشان بصراحه مش قادره اعمل من ايدي. هنستخدم الكف دي زي الايد بالظبط. دي عشان في وسط كده واجيلكم الدقيق. انا هنخل كيلو دقيق، تمام؟ وانا بعمل كده عشان ما اوقعش، بس بوقع برضه مفيش فايده. انا هنخل كيلو دقيق وهحط ذره ملح ومعلقه سكر وهحط نص معلقه بيكنج باودر بس، وهعجن بميه عاديه، ولا هي سخنه ولا هي ساقعه، ميه من الحنفيه عادي، تمام؟ هنا بس هضيف الملح، تمام؟ بصوا حبه صغيرين يعني مش ملح كتير. وهجيب السكر، بصوا انا حطيت البيكنج باودر ده او ممكن بيكنج صودا علشان تحس ان الفطير مورق كده معاهم. هنجيب ميه بقى عاديه خالص من الحنفيه هنعجن بيها. بصوا انا عايزاها كده، عايزاها ملزقه شويه، خلاص ما تبقاش ماسكه قوي يعني، ما تبقاش يابسه. كل ده هعجنها شويه بس على الرخامه، وهتلاقي التلزيقه دي كلها راحت دلوقتي. هننضف بس العجانه الاول وبعد كده نكمل عليها. طبعا انا غسلت الرخامه تاني هكمل بقى العجن بتاع الفطير. هنسيبها بقى ترتاح شويه وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. هنسيبها ترتاح، اطلع بقى العجوه علشان اغسلها وافصصها واحط عليها سمنه بلدي، دي اللي احنا هنحشي بيها الفطير. يلا هجيب العجوه واجيلكم. شايفين ما عادش بتلزق خلاص، مفيش تلزيق، العجينه تحت خالص. نشيل بقى دي، تمام؟ طبعا احنا مش هنشتغل فيها دلوقتي، احنا لسه هنعملها كور صغيره كده
وبعد كده نبدا ايه نفردها مع بعض. هنكون حاطين قطعه صغيره كده وبعدين هنحطها هنا عشان هنسيبها ترتاح تاني. شايفين انا حطيت على وشهم زيت وهسيبهم بقى ايه يرتاحوا بالشكل ده. خلاص ودول كمان هرش برضو على وشهم زيت بالشكل ده. واغطيهم هما كمان مع دول بالشكل ده اهو. هنسيبهم بقى يرتاحوا شويه. هجهز بس العجوه واغسل ايدي، وحاسه ان انا كل بايد دقيق انضف نفسي كده وارجع لكم تاني. خلاص انا جبت طاسه. انا شايله الفيشه بتاعت الاشعاع اهو. بصوا دي العجوه. بصوا احنا مش هنكتر، احنا عايزين نطريها بس، لان كده كده اصلا الفطير هيبقى فيه ايه سمنه وزبده. وده الدايت، باظ الدايت النهارده. بصوا انا عايزه اعرفكم ان براحتكم، يعني انتوا حابين ان انتوا تحشوا الفطير جبنه عجوه براحتكم ساده. انا بس ايه بديكوا الفكره وانتوا ايه شوفوا اللي انتوا عايزينه. طبعا احنا هنطلع كل الطاسات اللي موجوده في البيت. بصوا ادي واحده اهي، وده دي بتاعت الكريب، ممكن برضو نعمل فيها يعني نستغلها. ودي كمان، بس طبعا ايه هنجيب غطا لكل طاسه هنعمل فيها عشان ما ينشفش. خليهم يبقوا جنبي هنا، يبقوا ايه يبقوا جاهزين يعني كده. حلوه قوي. هبط عليها بقى عشان ما تنشفش، انا عايزاها طريه كده عشان وانا ببطط الفطيره العجوه تتفرد معايا على الفطير. لا هنسيبه شويه كمان، يعني هنسيبه كمان ربع ساعه كده، نسيبه يرتاح شويه. على ما اجهز انا هقطع قطعه زبده واضيف عليها السمنه وحبه زيت صغيرين، دول بقى اللي انا هفرد بيهم. تمام، خليكم مستنيني. عندي هنا بن فاتح بس محوج. خلاص البن ده كان بتاع العميل، فانا جبت بن كده غامق عايزه اجربه، بيقولوا حلو يعني. بدل ما الواحد يشرب فنجانين في اليوم ممكن نشرب فنجان واحد. هحط فاتح على غامق على محوج، بس ده بعيد عن البن الاصلي بتاعي، انا هجرب في ده بس. هعمل كوبايه صغيره، مش هعمل كوبايه كبيره يعني. اول مره اجرب البن الغامق ده، شايفين؟ طب اشرب القهوه واجيلكم، مش هتاخر. بصوا خلاص كده الفطير كده ارتاح خالص اهو. بصوا طالما تحطي سمعك كده وينزل بالشكل ده، خلاص كده عارفين ان العجينه ارتاحت.
وهنا حطيت زبده، اي نوع زبده عندك، زبده فرن، زبده بلدي براحتك. وكمان عليها سمنه وزيت. طبعا انا حطيت كميات كده ممكن احتاج وممكن اعينها، ممكن احتاجها مره تانية عادي مفيش مشكله. يعني حطيت مثلا نص كوبايه من كل حاجه. هبدا بقى دلوقتي كده هاخد قطعه بس من الزبده والسمنه او الخلطه اللي انا عاملاها، وهاخد واحده كده من الفطيره. طبعا هي ريحت بقى وبدات انها ايه تلزق في بعضها. هناخدها بالشكل ده وهنبططها نفردها كده، هتفرد معاكي بكل سهوله طبعا، لان زي ما قلت لك العجينه مرتاحه خالص. خلاص لو لقيتيها لسه بتشد معاكي وعامله زي الاستك كده سيبيها شويه، لكن هنا خلاص هي معايا كده تمام بتفرد كويس اهي. خلاص هناخد دي كمان اهي. طبعا احنا هنسيبهم اصلا يرتاحوا الاتنين او الكذا قطعه اللي احنا هنعملها، وبعد كده هنبدا نبططها ونلمها تاني. مش هنحتاج بقى ولا نشابه ولا كلام من ده، بايديكي بس كده هتاخدي من النص لحد الحروف، من النص للحروف بالشكل ده. تمام. اهم حاجه تسويهم كده على بعض عشان يبقوا نفس المقاس، لما تيجي تلميها تعرفي تتحكمي فيها. بصوا انا كده فردتهم بالشكل زي ما انتوا شفتوني في البدايه وانا بفرد واحده ورا واحده، وما بين كل يعني طبقه حبه زبده او الخلطه اللي انا عاملاها دي. خلاص هم عملوا لي الاربع فطيرات دول، كل طبقه فيهم واخده يعني كل فطيره فيهم واخده 5 طبقات. خلاص 5 كور من اللي هم الصغيرين دول. هنسيبهم بقى يرتاحوا برده شويه. زي ما قلت لكم ان الفطير اكتر حاجه لازم تسيبوها ترتاح عشان ناخد منها نتيجه كويسه، وبعدين هنبدا بقى نفردها تاني واقول لكم بقى هنسويها في الطاسه ازاي. تمام. يلا استنوني هما ارتاحوا. نبدا دلوقتي بقى نبططها ونحشيها ونحطها في الايه في الطاسه ده. بصوا بتتفرد معانا بسهوله خالص ازاي. نحاول بس ايه نخلي الحروف كلها على بعضها. بس هنا ايه احط حبه زبده كده بالشكل ده. ايه هو الفطير من غير سمنه وزبده؟ ما ينفعش طبعا. هنحط بقى ايه العجن. احنا هنعملها كده ازاي؟ وهنسيبها فيها بقى كده ايه شويه قبل ما نفردها، نكون بططنا واحده تانيه بالشكل ده، وهنسيبها برده ترتاح شويه. هكمل انا بقى واجيلكوا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الفطيره اللي هي بالعجوه اللي احنا حشيناها مع بعض هبططها في الطاسه. خلاص بالشكل ده كده فرد معايا خالص ده بكل سهوله. تمام. وطبعا حطيت في الطاسه من تحت زبده وسمنه ان انا ايه عجنه بيها. مشيها برده ونغطي عليها بقى ونسيبها. العجوه عملت واحده بس واتبقى دول، انا هاكلهم انا دول. بقول لكم انا بوظت الدايت النهارده، باظ الدايت باظ كده. هي بتاخد كل سوا بتتفرد بسهوله. في ايه خضتك؟ انا عارفه اخضك.
يا سلام، تعالوا شوفوا بنفسكم. ايه رايكم؟ شفتوا؟ شايفين بدات تقب ازاي؟ هنغطي عليها برده شويه. بصوا خلاص هي كده يعتبر استوت اهي. تمام. بقى هنا تحفه بجد. شايفين شايفين حشو من جوه. انا فعلا سخنه، انا مش عارفه امسكها والله من كتر ما هي سخنه. بس انا المفروض ان انا هدي المرنه عشان تتعشى منها، وكنت عايزه اوريها لكم. شايفين من جوه عامله ازاي؟ شايفين طريه وحلوه ازاي ومورقه ازاي؟ تحفه بجد تحفه. شايفين؟ بدات تعلى اهي. بصوا انا كده قلبتها تمام، وشويه كده بقى وهنطلعها ونغطي عليها عشان ما تنشفش. حلوه قوي كده. شايفين شكلها؟ شايفين؟ سخنه قوي يعني. بصوا دي لمعه حلوه قوي. ساحره. شفتوا ساحره ماسكه الطبقيه. انا كده خلصت الفطير بالشكل ده. ايه رايكم؟ تحفه بجد. وبس هو سخن قوي، انا مش عارفه ان انا اقطعه، بس انا ايه ممكن اوريكم كده حته من الجنب برده، مش عارف. بصوا. طب بصوا انا هقطعه بالمقص وهوريه لكم. خلاص المهم ان احنا كده خلصنا. والفطيره اللي احنا عملناها بالعجوه، انا كنت هعمل المفروض هقلي طعميه وهجيب جبنه وفول، فهم صرفوا نظر خلاص مفيش بقى حاجه من دي. خلاص هم لما كلوا اللي بالعجوه نفسهم استدت، مش نفسهم استدت مش عشان هي وحشه، لا هم خلاص شبعوا. فاحنا هنعين بقى دي ممكن يفطروا بيها الصبح او العشاء بكره ولا حاجه. خلاص استنوا هقطع حته من دي كده عشان اوريها لكم. هي سخنه قوي وفعلا مش مالكه اقطعها اهي. شايفين مورقه وحلوه ازاي؟ بجد طلع تحفه بصراحه. تسلم ايديا. واتمنى كده تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير، ولو مش مشتركين عندي اتمنى تنوروني، وباذن الله اشوفكم بكره في فيديو جديد على خير. مع السلامه.